باشا الحمد لله زي دخلت الفل يا باشا طلبت الزياده بتاعت المرتب؟ والله يا باشا طلبتها كتير وزي ما بروح زي ما برجع. لا والله. بص يا ريس، قول لي يا باشا. انت بتطلع ب 85 بني ادم، بتتفقوا مع بعض ان انتوا هتطلعوا سوا. ماشي. ال 85 بني ادم دول بيصفصفوا على 12 واحد. ال 12 واحد دول في واحد بيتكلم، الواحد ده بيترفد. الواحد ده ماله بيترفد؟ بيترفد يا باشا. خلاص بقى اتعلم عليه. ايوه. وبعدين انت بتطلع بال 12 واحد، مثلا لو هنقول المانجمنت تقول لك طب استنى بقى، ده احنا هنجيب لك الاتش ار. فانت بقى دخلت في سكه الاتش ار، سكه اللي يروح ما يرجعش. خلاص يا باشا الموضوع منتهي. طب انت الحل بتاع الحاجات دي ايه؟ يعني انا بحس فعلا اللي بيتكلم، خصوصا لو بيتكلم نيابه عن مجموعه، بيبقى هو اول واحد اتحط في المنطقه بتاعت ايه ده انت صوتك عالي بقى وعامل فيها نجم وزعيم وبتاع، فبيطيروه هو اول واحد. على حسب. بمعنى هي محتاجه شويه سياسه ودبلوماسيه. يعني وانت بتتكلم المفروض بقى ان انت ايه، انت راجل بتعرف تتكلم. فهتتكلم لو انت بقى مثلا عصبي، لو انت خلقك ضيق، لو انت ما بتعرفش تتكلم، كل الكلام ده هيتحط عليك انت. ايوه. وش على طول هتلاقي في 3-4 اللي معاك ولا وات ايفر مين اللي معاك، هتلاقيهم رجعوا ورا خطوتين 3. في عركه هتحصل. فالعركه دي انت بس اللي هتلبسها. فلو انت مش هتلعبها بالسياسه ومحضر انت اللي انت هتقوله سواء معاك او مع الناس اللي معاك، سوري يعني مع الناس اللي معاك، يعني لو هتحضر مثلا داتا، هتحضر ارقام، حاجه ايفيدنس هتتكلم بيها، تقول والله يا جماعه احنا في 1 2 3 اتشيفمنت حصلت ومحتاجين كذا. لو لقيت يبقى كلام ممنهج يعني. بالظبط كده. لو الدنيا مسدوده خالص هتبقى في مغامرات بعد كده، فخلاص بقى خد خطوه زي الناس وارجع. طلب الزياده يفضل ان هو يكون طلب فردي، يعني كل واحد يتكلم عن نفسه احسن، اللي هو انا دلوقتي 1 2 3 محتاج 1 2 3 السلام عليكم باي باي احسن. لما بتتكلم عن مجموعه برضو بيبقى الموضوع، خلي بالك معظم الشركات محدش عارف مين بيقبض كام. حلو. يعني انا يعني مثلا انا النهارده لو زميلي زاد 20 30% انا مش هعرف. تمام. وبعد كده قالوا لنا لا والله ده مفيش زياده السنه دي، فانا فاكر ان هو ده بس هو اللي زاد لوحده. فهو زاد بقى عشان هو بيشتغل احسن، هو زاد عشان هو عنده واسطه، ايا كانت سبب الزياده، او هو عرف يتكلم او عرف يطلب فلوس فادوا له هو الزياده. ما هي بتبقى ليها سياسه زي ما انت قلت. فهل الاحسن ان انا اطلب لوحدي بدل ما اخد مجموعه ونطلع نعمل مشكله؟ على حسب المكان اللي انت بتشتغل فيه وشغلك. بمعنى لو انا شغال مثلا في حاجه لوحدي انا اللي بعملها، فانا بشوف والله سعر في السوق عامل كام. شغلك ظاهر يعني. ايه؟ شغلك ظاهر بالظبط كده. فلو سعري في السوق بره مثلا قرشين، فانا المفروض اخد قرشين. فاجي اقول لهم السلام عليكم والله يا جماعه في بره السوق بيقول ان انا اساوي قرشين، فيلا بقى بينا هاتوا لنا القرشين بتوعي. فوالله لو بشتغل بقى مع تيم وورك، تيم كبير، وكلنا بنعمل نفس التاسك وكلنا معروف هو مين بياخد كام، فساعتها برضو هنشوف احنا نفس التاسك دي بتتعمل في شركه تانية بره بكام. ما هو اصل انا مش هروح اخد زياده من اجل الزياده. لا، ما هو لازم تبقى باللوجيك برضه. انت زدت السنه دي، هتزيدوا السنه دي ولا مش هتزيدوا، ولا الزياده بتنزل؟ ان شاء الله. ان شاء الله تزيد. قد ايه بقى؟ كام في الميه؟ حاجات بتتنظر عليه يا عم. قول يا عم. 7% عليه. 7%؟ ايوه بعد ده كله 7%؟ يا باشا الحمد لله. الحمد لله، ربنا يزيدكم يا رب. اشكرك جدا.